السلف رحمهم الله كانوا يخافون من أمرين: السوابق يعني ما كتب عليه حال الإنسان، والخواتيم ما يختم له به، مثل ما في حديث ابن مسعود المعروف بالصادق المصدوق، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فكانوا يخافون من السوابق يعني ما سبق في الكتاب، والخواتيم ما يختم عليه الإنسان. ولهذا من أعظم الدعاء الذي جاء في حديث عائشة: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وفي السنة أدعية كثيرة فيها سؤال الله عز وجل حسن الختام. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. حسن سؤال الله حسن الخاتم. وفي المعنى أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام.